You gonna save me or not? Could we have a moment? Could we have a moment that feels so real? إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى اليوم الثالث والنشرة الثالثة من بطولة العالم للكايت بوردينج التي تحتضنها حاضرة وادي الذهب القويرة مدينة الداخلة. إذن مشاهدينا الكرام، مع توالي الأيام بدأت المنافسة تشتد بين الأسماء العالمية المشاركة في هذا العرس الدولي، لكن قبل أن نعرج على تفاصيل اليوم الثالث بداية نتابع أهم ما جاء في منافسات اليوم الثاني على مستوى النتائج النهائية، والتي عرفت تحقيق رقم قياسي جديد على مستوى فئة الإناث، وكذلك لا أنسى الحضور المتميز بالنسبة للبطل المغربي بوست الذي تمكن من احتلال المرتبة الرابعة. لما تسجل المنافسات التي احتضنتها منطقة فومولبير حتى حدود الساعة 6 مساء من يوم أمس أي مفاجآت على مستوى نتائج فئة الأمواج. بالنسبة لفئة الذكورة فقد عرف التصدر الأسترالي كياهيد أبوتيز للمنافسة، متبوعا بأيرتون كوزولينو من الرأس الأخضر، في حين عادت المرتبة الثالثة للإسبانيا بيلاغو. المتسابق المغربي ياسين بوست خطف الأضواء بالمشاركة المغربية وتمكن من احتلال المرتبة الرابعة. كان نيفولي انترناسيونال، دونك حاولت بان تنشوف بانني خاصني نحاول ندير شي حاجه، لان صحابي المغاربه خسروا في الدوزيام هيت ولا التروازيام هيت. قلت خاصني ندير شي حاجه باش نعوض داك النقص اللي داروا. كاين بزاف تاع لي مانوف اللي درت، والحمد لله كانت هي اللي زادت لي النقاط ديالي، وزادت لي باش نكون من المراتب الاولى. وانني فاش تندخل في وسط الماء كنتفكر بانني ما تلعبش غير ليا، تلعب الدراري اخرين، تلعب اول حاجه المغرب فوالا. والحمد لله حققت واحد البلاصه اللي زوينه، ولكن ما كافياش. نعاود ان شاء الله النهار الثالث نعاود نعطيك اكثر اللي في جهدي. على مستوى فئة الإناث فقد عرف يوم أمس حدثين بارزين سجلتهما هذه المنافسة، ولهما تحقيق رقم قياسي جديد على مستوى التنقيط من طرف النرويجية كاري شيبيفاك، التي أثارت إعجاب الحكام بعرضها المتميز. أما الحدث الثاني فكان إصابة البرازيلية ميلا فيريرا التي أصيبت بإصابة مؤسفة على مستوى أحد أصابع الرجل. البرازيلية ميلا فيريرا كانت مرشحة لاحتلال مراكز متقدمة، لكن بالرغم من إصابتها فقد استطاعت أن تكمل المنافسة وحققت المرتبة الرابعة. Hi, Mila. I'm from Brazil and I'm Dakla. أنا ميلا، أتيت من البرازيل، وهذه المرة الأولى التي أحضر فيها إلى الداخلة للمشاركة في هذه البطولة العالمية. بالأمس كانت مرحلة سباق الأمواج وأجريت المسابقة وأنا مصابة في رجلي، لكني لن أتمكن من مواصلة المنافسة بعدها، وعلي الرجوع للبرازيل لإجراء عملية جراحية. عدا ذلك البطولة كانت رائعة، الرياح هنا جد قوية كما في البرازيل، والأجواء جميلة والمنافسة قوية. الناس هنا جد طيبين ومميزين، وسأحكي للآخرين في الخارج عن هذا التميز، وهو ما سيجعلني أعود مرة أخرى للمنافسة هنا. عودة ميمونة لهذه البطلة، وكل المتمنيات بالشفاء العاجل والعودة مجددا للمنافسة.
إذا مشاهدينا الكرام، على مستوى اليوم الثالث الأكيد أنه كما ذكرنا التشويق والإثارة سيظل عنوان أبرز لهذه المنافسات، منافسات اليوم الثالث والتي ستتوزع ما بين منطقة الداخلة اتيتود على مستوى فئة التزحلق على المياه، وكذلك على مستوى كذلك الركوب على الأمواج هناك بمنطقة فوملوبير. إذن أهم تفاصيل اليوم الثالث سنتابعه في هذا الريبورتاج. الفترة الصباحية من منافسات بطولة العالم للكايت بوردين في يومها الثالث تواصلت خلالها الإقصائيات المؤهلة للدور النهائي في فئة التزحلق على المياه بالألواح الطائرة. منافسات هذه المرحلة اشتد خلالها صراع بين مختلف المشاركين لكسب ورقة التأهل للدور النهائي. على مستوى نتائج هذا اليوم بالنسبة للأسماء المتنافسة، عرف التصدر الهولندي زون يوري، متبوعا في الصف الثاني بالإسباني باستور أليكس، فيما عادت المرتبة الثالثة للأسترالي ياتس أندي. على مستوى الإناث المرتبة الأولى آلت للبرازيلية برونا كاجيا، متبوعة بالإسبانيا جيزيلا بوليدو، فيما عادت المرتبة الثالثة للبولندية كارولينا وينكوتشكا. تجري هنا في الداخل المرحلة الثانية من بطولة العالم، ولذلك لدينا أفضل راكبي الأمواج في العالم. المسابقة صعبة وقوية بتواجد مشاركات جد قويات، وكان يومي جيدا وكنت محظوظة وفزت وأنا جد سعيدة بذلك. الجو هنا مناسب جدا لإجراء منافسات الكايت بوردين، ولا يمكننا أن نجد جوا أحسن من هذا. الداخلة جد مميزة وأجواؤها رائعة ومضيافة، ومن الجميل تواجدي هنا في هذا المكان الفريد من نوعه. كلنا هنا نشتغل معا، نأكل معا، الأكل لذيذ جدا، ومن الجميل أن أغير أجواء البرازيل بالحضور هنا. في الفترة المسائية انتقلت المنافسات إلى منطقة فوملوبير، وشهدت صراعا كبيرا بين المتنافسين، خصوصا أن هذه الإقصائيات هي مؤهلة لدور نصف النهاية بالنسبة للأسماء التي لم يحالفها الحظ في التأهل لهذا الدور خلال اليوم الثاني. أهم ما ميز فصول اليوم الثالث من هذه البطولة العالمية هو إجراء ندوة صحفية لتقريب وسائل الإعلام الدولية والوطنية من مستجدات هذه الدورة، وكذلك من النتائج المحصلة إلى حدود هذا اليوم. طبعا الدورة مشاهدينا الكرام تسجل حضور لافت لوسائل الإعلام الدولية وكذلك الوطنية، وكل ذلك سنتابعه في سياق هذا الريبورتاج. كلهم هذو غادي يجيو ان شاء الله معنا من طريقه دابا مختلفين. من طريقه الاسبان، من طريقه كلشي داز مزيان. حنا العامل المهم اللي عندنا واللي الحمد لله كان مزيان هو الريح. الا ما كان هادشي كلشي يقدر يتقلب زعما لون كاتاستروف الا ما كانش الريح. مي ما حد كاين الريح دونك كلشي كيافونسي مزيان. لي سيكونس كما كنشوفوا بحال سالينا اليوم لا سامبليماسيون كلها ساليناها في نهار واحد. الوغ كي دي ديستيناسيون اللي كنمشيو ليهم اون باس اون سيمين باش نديرو غير لا سامبليماسيون. الوغ كو دي فوا يا دي كا اون فوا في نوفيل كاليدوني اللي يفالي فيغ واحد 30 اور دو فواياج عاود باش نلحقوا ليها ما كانش الريح. ان ايفينمون كي كوتي ديك تما بلوس كو 500,000 يورو ما كانش الريح. الحمد لله كلشي دابا فرحان لحد الان من كيفاش الحوايج افونساو، لا بالنسبه لنا حنا كمنظمين ولا بالنسبه للمشاركين كمشاركين محترفين، لانه لي كونديسيون كانوا مزيانين. وحتى لو ستاف تكنيك لي جوج ديما لي كورس بداو في الوقت ديالهم، ما كانش شي قطع شي ريكلاماسيون اللي هي زعما لي كون بو سيتي. ما جوسكا لانستون جو كرو كو سا سي باسي دون ان
تعرف بطولة العالم للكيتبوردين التي تحتضنها مدينة الداخلة حضورا لافتا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، منابر إعلامية لقنوات وإذاعات ومؤسسات إعلامية متنوعة ترصد كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه المنافسات. البطولة كذلك تعرف مشاركة أبرز المصورين الفوتوغرافيين المختصين في هذا المجال، والذين يقومون برصد كل اللقطات والحركات المتميزة في هذا الموعد الدولي لفائدة أبرز المجلات والجرائد العالمية. Je filme avec Jérémy et on couvre tout l'événement et les différentes épreuves de kitesurf qui se font ici sur cette plage à Darla et puis de l'autre côté vers Darlatitude. Et donc voilà, le site est magnifique et le désert aussi. Et voilà, on a des très bonnes conditions et je pense qu'on va faire des très belles images. احنا جينا من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الداخلة من أجل تغطية هذا الحدث الرياضي الهام اللي يعرف مشاركة مكثفة بالنسبة للأبطال العالميين الأوروبيين وحتى المغاربة، فكنشوف أن هذه التظاهرة هي مناسبة جدا بالنسبة للأبطال ديالنا، لأن غادي تفتح لهم الباب والمجال للاحتكاك مع هاد الأبطال العالميين الأوروبيين. فمدينة الداخلة كيف كنشوفوا هي مدينة استراتيجية وموقع استراتيجي من حيث أنها كتوفر على رياح مناسبة لهذه الرياضة وكتوفر على أمواج وعلى جو مناسب جدا. فاحنا كنتمنوا أن مدينة الداخلة تكون العاصمة الاستراتيجية لهذه الرياضة، والحمد لله كنشوف أن الأوروبيين ولا عندهم إقبال كبير من ناحية هذه المدينة. إذن حضور إعلامي وطني وأجنبي متميز يؤكد حجم وقيمة هذه التظاهرة العالمية التي تحتضنها حاضرة وادي الذهب لاغويرا. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة لقاء والتي نستضيف فيها اليوم السيد نزار النور مقدم النشرة الرياضية بقناة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو الدولي. أهلا وسهلا بك نزار. مرحبا أخوي عادل، أهلا وسهلا. إذن نزار، بداية سنتحدث عن الزيارة الأولى من نوعها لمدينة الداخلة لحاضرة وادي الذهب لاغويرا، كيف وجدتم الأجواء هنا بهذه المدينة الجميلة؟ بداية دعني أن نعبر عن انبهاري بهذه المنطقة التي تميزت ببنية أساسية كبيرة، بنية تحتية. تفاجأت بوجود هذه البنية التحتية لأن المنطقة نعلم جيدا هي في الصحراء، هي بعيدة عن المناطق الحضرية المعروفة التي اشتهرت بها المملكة المغربية كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، أكادير، طنجة. الآن نتحدث عن الداخلة. الداخلة تتميز أولا بدرجة حرارة سنوية لا تزيد عن 24 درجة وهي تقع في قلب الصحراء. ثانيا وجود كل العوامل الطبيعية التي تساعد على وجود هذا النوع من المنافسات الرياضية البحرية الذي يعتبر قليل جدا في عالمنا العربي بصورة عامة، في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي. هناك العديد من الأشياء التي جذبت انتباهي. بداية كرم أهل هذه المنطقة وبساطتهم وأريحيتهم وطريقتهم في التعامل مع الأشخاص وأجانب من القارة الأوروبية أو من المواطنين العرب. هناك بعض الأشياء الأساسية، وجود أشخاص مسؤولين عن هذه البطولة يفهموا جيدا ما هو هذا النوع من الرياضة البحرية، يعرفون كيف يدخلون هذه الثقافة الجديدة إلى منطقة كمنطقة الداخلة التي تتميز بهذه العوامل الأساسية الطبيعية. نعرف جيدا أن الرياضة البحرية هي من الرياضات التي ليس لديها كثير من الممارسين في العالم العربي، تكون بعيدة تماما عن ذهن المشجعين والمتابعين للرياضة، ليست ككرة القدم، ليست ككرة السلة. هناك فوائد كثيرة. نعلم جيدا أن الدين الإسلامي يشجعنا على 3 أشياء: على الرماية، على السباحة، على ركوب الخيل. فالسباحة والرياضات البحرية كلها تدخل في إطار السباحة. إذن نزار، ما هي الأشياء التي أثارت إعجابك هنا بمدينة الداخلة؟ طبعا هذا الجو الرائع، على أقل شيء نتنفس أكسجين خالي من التلوث بعيدا
بعيدا عن المدن الكبيرة. هناك بطبيعة الحال هذه البنية نفسها، طريقة البحر وهذا اللسان البحري الموجود الهادئ، هناك الصحراء ووجودها إلى جانب البحر، هذه كلها مميزات لهذه المدينة ولهذه الجهة عموما. جهة وادي الذهب القويرة نعلم جيدا أنها من المناطق التي تنشأ في هذه الفترة وهي جيدة بطبيعة الحال. نزار، نتحدث الآن عن بطولة العالم للكايت بوردينغ التي تحتضنها مدينة الداخلة، لكن أنها طقوس متميزة، تنافس كبير بين أبرز الأسماء الدولية المشاركة في هذا العرس هنا بمدينة الداخلة. طبعا البطولة عموما يعني ليس هناك شيء كثير يقال عنها، هي بطولة منظمة بصورة جيدة. هناك مشاركين بطولة العالم، يعني ليس هناك ما يقال يعني عن الأسماء. هو تنافس يجري في خلال أسبوع من 7 أيام من أيام السنة، وأعتقد أنه يعني يسير كل شيء على ما يرام. الشيء الذي يعني لفت نظري هو وجود مشاركين مغاربة. حتى بالأمس في التنافس بالأمس كان هناك بعض الأسماء التي أحرزت مراكز جيدة، وهذا يعني أن التطور مستمر في داخل الشباب المغربي. وهو المهم يعني عندما ننظم بطولات عالمية بهذا المستوى ليس فقط لجلب الأسماء الكبيرة ولكن حتى لمشاركة أبناء البلد في البطولة، وهو المعني، ونشر الرياضة نفسها داخل ثقافتنا كشعوب عربية، وهو شيء طبيعي. في هذا السياق نزار، الأكيد أنه سجل غياب الأبطال العرب من مختلف الدول العربية، لكن أنها تطرح العديد من علامات الاستفهام. حقيقة هي علامة استفهام. أنا يعني لم أبحث كثيرا في الأسباب، ولكن الشيء المهم أنه في الفترة الأخيرة يعني عموما إذا لاحظنا إذا كان في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي أو في المنطقة كلها، هناك ما يسمى بالشرق الأوسط الرياضي الجديد. يعني بإمكانك أن تشاهد في دبي بطولات للتنس، في أبو ظبي بطولة عالم للفورمولا 1 إحدى المراحل، في البحرين أيضا على الرغم من إلغائها هذا العام هناك مرحلة بطولة العالم للجي بي في قطر، هناك في رالي الأردن مرحلة عالمية ستجرى في أبريل. المغرب أيضا لا يستثنى من هذا الشيء. يعني تنظيم هذه البطولات في المنطقة العربية هذا يعني أن هناك شرق أوسط جديد رياضي، لأسباب عدة لعلمك. يعني الأمر لم يأتي بالصدفة، الأمر جاء نسبة لوجود الشباب هو المؤسس الآن للمجتمع العربي. يعني إذا ذهبنا فقط وقطعنا البحر المتوسط نجد أن القارة الأوروبية تعاني من وجود الشباب، هي القارة العجوز لوجود أعمار كبيرة. معدل الأعمار في القارة الأوروبية هو كبير جدا، ولكن أساس هذا العالم العربي هو الشباب، هو هذا العنصر الغالي جدا، هو أكثر من الذهب، أكثر من البترول. أعتقد أن الشباب هم الثمرة الأساسية لهذه المنطقة. نعلم جيدا أن تنظيم بطولات مثل هذه البطولة دليل على أن الشرق الأوسط الرياضي الجديد سيكون وسيستمر في الفترة القادمة. طبعا الأستاذ نزار، الآن نفتح ملف خاص بالحضور الإعلامي هنا لهذه البطولة، لكنه سجل حضور كبير لقنوات تلفزيونية سواء عربية أو كذلك أجنبية، لكنها تخدم مصلحة هذه البطولة للتعريف بها أكثر على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. وحقيقة عادل يعني بالنسبة للوجود الإعلامي هو هذا يواكب التطور الإعلامي الموجود في المنطقة أيضا. الآن يعني طوت صفحة الإعلام القديم، الإعلام الكلاسيكي الذي كان يسلط فقط الأضواء على السلطة وعلى السياسيين في الفترة الماضية، في فترات عقود الظلام العربي. الآن المنطقة كلها تشهد تطور، حتى المغرب. نعلم جيدا أن المغرب يعيش أحدث وأجمل الفترات التطور والتنمية. إذن من الطبيعي جدا أن يكون هناك إعلام ليقول إن هؤلاء الشباب وهذا التطور الجديد والتنمية الجديدة للإعلام العربي في المنطقة كلها، في المغرب بالذات، يواكب ما يحدث في بقية الدول. وهو شيء طبيعي. يعني الآن وجودكم ووجودنا ووجود الإعلام الآخر، هناك قنوات عالمية، هناك وكالات أنباء عالمية أيضا تتكفل بتوصيل الصور وتوصيل الأفكار التي حدثت في هذه الفترة. هذا شيء طبيعي. يعني وجود الإعلام يتوازى تماما مع تطور الأحداث الرياضية والأحداث العالمية بصورة عامة. نزار، أترك لك في الختام كلمة ختامية بالنسبة لمشاهدي قناة العيون الجهوية ولشباب هذه المنطقة، خصوصا وأنها كما ذكرنا تحتضن بطولة العالم في الكايت بوردينغ.
حقيقة يعني أنا لا أزكي نفسي، ولكن أنا أعتبر من أبناء هذه البلد لأن أنا درست هنا في المغرب، والمثل يقول من شرب من ماء المغرب يعود إليه، وها أنا أعود ولو أن الفترة طالت، ولكن أنا أعود وأشعر بسعادة كاملة بوجود هذا التطور الكامل. الرسالة إلى شباب العيون هم أن يعني مدينة الداخل عفوا لهذه المنطقة كاملة، يعني منطقة الصحراء بصورة عامة يجب أن يواكبوا ما يحدث في كل أنحاء المغرب، وأن التطور أن يكون يعني يصلهم جزء من هذا التطور، وأن يستفيدوا منه استفادة كاملة، أن لا يستسلموا لكل السلبيات التي تكون في الحياة، للصعوبات، للضغوطات. يجب عليهم أن يواصلوا مواكبة المسيرة، والمسيرة مستمرة ولن تتوقف بطبيعة الحال. بدورنا نزار نرحب بك في بلدك الثاني المغرب. شكرا لك نزار النور، مقدم النشرة الرياضية بقناة فرانس 24 كذلك راديو مونتي كارلو الدولي. شكرا لك على هذه المعطيات ومرحبا بك من جديد. إذن مشاهدينا الكرام نواصل مواد النشرة أو نختمها بهذه الصور الجميلة من اختيار الزميل حنفي بيبة، وكذلك لا أنسى محمد أسند وخالد الفايق والأخت فاطمة زهراء الفاصي.